لحظة، لحظة واحدة، لا تطلع لفوق ولا تنزل لتحت، خليك معي بس دقيقة واحدة، بدي أفرجيك القصر تبعك. قصرك هي، شايفه يا حبيبي؟ شايفه يا ابو الملايين؟ شايفه؟ شايفه يا مرابي؟ شايفه يا زاني؟ شايفه يا اللي ما بتخاف الله؟ هي قصرك، هيو شايفه؟ مترين متر وجوا الله وكيلك يا دوب وسعني. لكن هذا القصر في ايدك تخليه جنة عرضها السماوات والارض في اعمالك. خليك معي لحظة وركز شوي، لا تفوت وتطلع وتخاف. بالنهاية بدك تيجي هون، يعني انفليت الان من البث المباشر، بالنهاية شو بدك تيجي هون لا محالة. شوف أنا ما حدا رح يعرف أنا وين موجود في كل العالم إلا الله جل جلاله. أنا موجود في القبر، لكن أنا الآن معي لسان أحكي، معي لسان أحكي وآخذ وأعطي، معي لسان آخذ وأعطي وأحكي، وعندي رجلين أعمل فيهن لله، عندي رجلين أعمل فيهن لله. ما زالت الفرصة متاحة إلي وإلك، مزبوط ولا لا؟ ما زالت الفرصة إيش؟ ما زالت الفرصة متاحة إلي وإلك الجميع أن نعود إلى الله، ولا نأكل حقوق العباد، ولا نتجبر ونتعالى على الله جل جلاله. نعود إلى الله ونتوب إلى الله جل جلاله. هذا هو بيتك، هذه هي النهاية. شايف النهاية شو هي؟ هيها شايفها؟ يعني الآن أنا لو بدي أمد حالي بس بخاف أتوسخ، الآن خايف على أوعية، بالنهاية راح أتوسخ، بدي أتوسخ راح ينكب علي 2 طور رمل. لا إله إلا الله. ومع ذلك ما احنا متعظين. سيدنا عمر بن الخطاب قال كفى بالموت واعظا. أنا قاعد اليوم في القصر تبعي، إن شاء الله يكون قصري من قصور الجنة ومدخل من مداخل الجنة. هذا القبر أنا وإنت بدنا ندخل فيه، بجوز اليوم، بجوز بكرة، بجوز بعد بكرة، بجوز بعد شهر، بجوز بعد شهرين، بس بدي في النهاية شو؟ بدك تنزل عاجلا أم آجلا، بدك تنام هون. إن كانت حياتك حلوة فهذا حفرة من حفر الجنة وروضة من رياض الجنة، لكن إن كانت أعمالك سيئة شو تكون؟ حفرة من حفر النار. في ناس قاعد ببعث وجوه غضب، مش عاجبيته الحلقة. ما هو لو إني مشلحة ومطلعة كل شيء وعامل لك مفرع وكذا وكتكوت وبحجب لك واسوي لك بالحجابات بتكيف علي. مش عاجبيتك الحلقة، تعرف ليش وديت وجه الغضب؟ لأنك اختنقت، ما أنت مصدق إنه لازم تكون إلك نهاية. هذه آخر حلقة تأتي اليوم بالورد. أنا قلت لكم عندي ورد 40 حلقة، اليوم الحلقة الأخيرة. تعرف شو اسم الحلقة الأخيرة اليوم؟ النهاية. شو اسم الحلقة؟ النهاية. وهذه هي النهاية. هايني قاعد بالقبر ما شاء الله، والله انه والله كيفية القبر. كيفية ولا لا؟ والله انا بالنسبة لي كيفية، والله انا بالنسبة لي كيفية. الان طلع بدي اورجيك شغلة واخليك تنصدم فيها. هذا بيتك، هذا هو، تفضل، هذا هو بيتك. شايف بيتك؟ شايفه؟ على يمينك أعمالك، وعلى شمالك أعمالك، ومن فوق أعمالك، ومن تحت أعمالك. هذه أعمالك اللي بالدنيا راح تكون معك هون، ما راح يكون معك غير هون أعمالك. الآن بدي أحط الكاميرا الأمامية أمامك، بس السماوات أمامك، فقط السماء. انظر من هون إلى السماء ماذا سترى، انظر من هذا القبر إلى السماء ماذا سترى. سترى فقط الله جل جلاله، سترى فقط الله جل جلاله. أنا آسف على حلقة اليوم، بس لأني بحبك بدي أصحي نفسي وأصحيك، لأني بحبك بدي أصحي نفسي وأصحيك، لأني بحبك بدي أصحي نفسي وأصحيك. إحنا خايفين من نتفة تراب تعبينا على الأواعي، ورأس مالها شوية سرف وشوية منظفات ننظفها، لكن اللي بالقلب شو بدي نظفه؟ أعمالنا السيئة شو بدي نظفها؟ أعمالنا السيئة شو بدي نظفها غير العودة إلى الله والتوبة إلى الله؟
العودة إلى الله والتوبة إلى الله. شو بدي نظفها غير العودة والتوبة إلى الله؟ أنا آسف، أنا متأكد أنك راح تفوت وتطلع من الحلقة ما راح تعجبك، لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل من نشر هذه الحلقة يجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب يا الله، من مشارق الأرض ومغارب الأرض يا الله. كل من نشر هذه الحلقة اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وهذه هنا يا حفرة من حفر جهنم، يا حفرة من حفر شو يا شباب؟ يا حفرة من حفر الجنة. هذا مصيرك ومصير كل إنسان. الله عز وجل قال وقوله الحق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أنا أخوك العبد الفقير إلى الله جل جلاله نضال أبو قمر، أقسم لك بالله، أقسم لك بالله وأنا في القبر انشرح صدري، بتصدق أو ما تصدق أنت حر، لكن أقسمت والقسم على نفسي، أقسم بالله انشرح صدري في القبر، انشرح صدري، حسيت إني على موعد مع الله جل جلاله، وحسيت إنه هذا المكان ما راح ينفعني غير عملي الصالح. يتبع الميت. إيش بتبع الميت؟ 3 شو هن؟ عمله. شو كمان؟ يتبع الميت شغله وحده وليس 3. يتبع الميت عمله الصالح. طب شو بظل وراه؟ ولد صالح يدعي له، ولد صالح يدعي له. هذا القبر الآن مكشوف علي على السماء. شوف كيف الآن مكشوف على السماء، شايفينه كيف؟ هذا بعدين ما راح يكون مكشوف، لا علي ولا عليك، علي ولا عليك راح يكون مكشوف، راح يكون علي وعليك 3 طور رمل. عاد انت لكمدها من هون ومن هون، وعاد دور فالكيس تبعك في حرام توب، في زنا توب، في ربا توب، في سرقة توب، في نظر إلى فواحش الله توب. ما زالت الفرصة معك ومعي. الآن أنا طلعت من القبر بإرادتي أنا وبكيفي أنا، لأنه هذا في القبر هون بس يموت شو راح يقول ربي؟ ربي ارجعني أعمل عملا صالحا. الآن بدي أطلع عشان أعمل العمل الصالح. أنا طلعت، لكن اللي في المقبرة ما راح يطلع لأنه راحت عليه الفرصة. مزبوط ولا لا؟ انتهت الفرصة. أنا ما زالت الفرصة معي. ربي ارجعني أعمل عمل صالح. حيني طالع أعمل العمل الصالح. أنت شو ملك بدك تندفن، رئيس دولة بدك تندفن، رئيس محكمة بدك تندفن، قاضي بدك تندفن، مليونير بدك تندفن، ثري من أثرياء الدنيا بدك تندفن، طفل بدك تندفن، أجمل امرأة في العالم بدك تندفني. امشي وتكسمي وتدلعي في الشارع زي ما بدك. شو بدك تقولي لربنا داخل هذه الحفرة؟ الآن اللي بحبه الله بتيجي الحلقة قدامه نور بصيرته، لكن أسأل الله العظيم أنه يحسن خاتمتي وخاتمة كل من نشر هذه الحلقة معي. أنا دقائق وأنهي، دقيقة وأنهي، لكن أسألك بالله وبمحمد رسول الله أنك تنشر هذه الحلقة. أسألك بالله وبمحمد رسول الله تنشر هذه الحلقة فقط توبوا توبوا وعودوا إلى الله. الله عز وجل قال الجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة عرضها السماوات والأرض. وكمان رب العالمين قال وجهنم في 7 أراضين. انت اختار شو بدك تسألك سؤال. معك 1,000,000 10 مليون غير اللي ببطنك ملكك؟ سؤال. معك 20 مليار غير اللي ببطنك ولبسهن ملكك؟ لا، هذول بكرة أولادك دي يشيلوك، أولادك وخوالك وعمامك على أكتافهم يرموك هون رمي. ما راح يقولوا جيبوا فلان، راح يقولوا جيبوا الجثة، جيبوا الجثة، وراح يجيبوا كمان طين وعليه تبن، جيبوا الميت وجيبوا طين ويجيب له عليك جبل ويحطوا عليك البلاطات. أنا كنت حاب أصور وأسكر حالي القبر كامل، بس بدكم الصحيح خفت من الرهبة صراحة. يعني أنا مؤمن صح، بس الموت له إيش؟ سكراته. ملك الموت سيبكي من الموت في يوم من الأيام، ملك الموت سيبكي من الموت. أحبتي أصدقائي، أنا آسف على هال5 دقائق، لكن صدقني الله بحبه لما تتمعن وتفكر
وتفكر بجمالك، وتفكر بملايينك، وتفكر بقصورك، وتفكر بسلطتك، وتفكر بحرسك، وتفكر بملايينك وأسطولك وقصورك وسياراتك وأكلك، بتلاقي حالك بدك تعيش في الدنيا 60-70 سنة، لكن بجوز في القبر تعيش 10,000 سنة لما تقوم الساعة. مين اللي بيختار الواحد أكثر يعيش؟ هذا هون روضة من رياض الجنة ونعيم من نعيم الجنة، وهاي فتحة إلى الله جل جلاله، يا بتشوف فيها الجنة يا بتشوف فيها النار. أتركك في رعاية الله وبأمان الله، إنك تبيض صفحتك، ما زالت القلم في إيدك، ما زال القلم معك، تقدر تعدل الإجابات الخاطئة وتجيب الأول في الامتحان. لكن إذا انسحب منك القلم وين بدك تروح؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إيش؟ بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم تنشر الحلقة الجميع فقط لوجه الله تعالى، صدقة عنكم وعن والديكم. لكن أنا دعيت دعوة، أسأل الله العظيم كل من نشر هذه الحلقة إنه يا رب تجعل قبره روضة من رياض الجنة. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل لا أروح اتذكر الموت النهاية، واتذكر هذا قصرك. أنت خايف، بعرف إنك خايف، تعرف ليش؟ لأنه الجرة عندك فاضية. اعمل الخير ولو استصغرته، اعمل الخير ولو استصغرته. أحكي هالآية وأني الله عز وجل يقول وقوله الحق إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا إيش؟ ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله يحاسبك بمثقال الذرة. استودعتكم بأمان الله الذي لا تضيع ودائعه. أخوكم العبد الفقير إلى الله جل جلاله، نضال أبو قمر من المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.